النهاردة جات لي رسالة تبدو إن هي صغيرة، بس ممكن يكون مضمونها كبير قوي بالنسبة لناس كتير، وبصراحة استفزتني قوي. الرسالة بتقول: دينا، هو أنا ينفع أرتبط بشخص جديد وأنا لسه بحب حد تاني؟ إحنا انفصلنا، بس أنا بعمل كده عشان أنسى. قوليلي رأيك. الرسالة دي مش أول رسالة تجيلي، في ناس كتيرة قوي ظلمت ناس أكتر منها عشان خاطر تنسى بيهم علاقات حصلت لهم قبل كده، أو علاقات سامة، أو علاقات كان عندهم فيها مشاكل. أنا عارفة إن كتير مننا لما بيخرج من علاقة سامة أو بيخرج من علاقة هو اتجرح فيها بيبقى بيدور على أي علاج، والعلاج الأول اللي بيخطر في باله إن هو يشوف شخص يديله نفس الشعور اللي هو اتحرم منه. ممكن تحسي ساعتها إن انتي مبسوطة، ممكن تحسي ساعتها إن انتي بتتشافي، بس عايزة أقولك إن ده إحساس ووهم. انتي موهومة بكل الحاجات دي. تعالي قبل ما اتكلم عليكي اتكلم عن الشخص اللي انتي استبدلتيه بالعلاقة دي. في نماذج كتيرة بتجيلي احسن شخص ممكن يتقدم للشخصية دي، عنده كل الصفات المميزة وكل صفات الرجولة، بس هو دخل في توقيت غلط. فانتي بتخشي في صراع بين عقلك وقلبك، بس عمرك ما فكرتي في حاجة. عمرك فكرتي ان الشخص ده قد ايه انتي بتظلميه؟ يعني قد ايه زي ما اتظلمتي من الشخص الاولاني واتجرحتي، فانت بتطعنيه بنفس السلاح اللي انت اتطعنتي بيه. هل لو انا اتجرحت من شخص او انهيت علاقة بيني وبين اي شخص في يوم ما، هل الصحيح او الاختيار الصحي ان انا اروح ادور على بديل على طول عشان انسى الشخص ده بشخص تاني؟ اول ما بنسيب الشخص اللي احنا مرتبطين بيه بندور على اي حد يلحقنا، عشان احنا بنبقى غرقانين. اي حد يحسسنا ان احنا لينا قيمة، اي حد يحسسنا ان احنا مشاعرنا لسه موجودة، وان احنا لسه محبوبين، وان احنا ممكن ننسى الشخص ده بسهولة جدا. او ساعات كتير قوي بنات ما بتبقاش عايزة تنسى للأسف. ساعات كتير بنات بتبقى عايزة تثبت للطرف التاني ده ان هي عايشة حياتها حلو جدا، وان هي مرغوبة حتى من اقرب الناس ليها، او مرغوبة من شخص تاني، فتبتدي تعالج الجرح ده بجرح اكبر. قولولي هنا بقى الخسارة ممكن تبقى فين؟ اولا انت هتخسري نفسك، لان انت طالعة من مرحلة انت مصدومة فيها، مشاعرك فيها متذبذبة، خسرانة كرامتك، عشان معظم العلاقات اللي بتبعت لي خسرانة فيها كرامتك، خسرانة فيها مشاعرك، عندك شعور بالرفض، فمستحيل تكوني جاهزة للدخول في أي علاقة تانية. هل الانتكاسة جزء من التعافي؟ الانتكاسة مرحلة مهمة قوي من مراحل التعافي. طبيعي ان انا كنت جوه المرحلة دي او مرحلة العلاقة بيني وبين الشخص التاني عندي مشاعر متقلبة، يعني اوقات كنا بنمر بمشاعر حب فياضة، اوقات حزن، اوقات شعور بالذنب. فانا لما دخلت العلاقة وحسيت بكل المشاعر دي، مش هينفع لما اخرج منها يبقى عندي شعور واحد بس، ان انا راضية ان انا خرجت من العلاقة دي. لا، انا هيبقى عندي شعور رفض وشعور حزن وشعور بان انا اوقات كتيره بنات بتبعتلي ان هي عايزه تنهي حياتها بسبب ان هي حست ان خلاص بعد الطرف ده هي مش هينفع تكمل حياتها تاني. بتفرق من شخص للتاني. في شخص بينتكس وبعدها بيحصل له تشافي، خلاص مر على المرحله دي، لان هي مرحله طبيعيه من مراحل الشفاء. خلاص بعرف ان الشخص ده انا قضيت معاه عمر كتير قوي، انا جيت على كرامتي قوي في العلاقه دي، انا مش عارفه هو عمل فيا كده ليه، انا ما بقيتش اصلح لاي حد تاني في العلاقه، انا بقيت حاسه ان كرامتي اتهانت، انا مش هينفع، خلاص انا مش قادره اكمل. فهنا بتحصل الانتكاسه. برفض نفسي، برفض اي شعور انا حاسه بيه، بحس ان المجتمع كله رافضني لمجرد ان انا حسيت بصغر حجمي قدام نفسي. فلما عقلي يبتدي يشتغل الانتكاسة بتبقى أكبر، لأن عقلي بيبتدي يضخم لي كل العيوب اللي كانت في الشخص ده، فابتدي أشوف نفسي صغيرة قوي. هو إزاي كان بيزعق لي كده؟ إزاي كان بيهني كده؟ إزاي كان بيجي على كرامتي قوي كده وأنا كنت معدياله وبلتمس له العذر في كل حاجة؟ عشان كده الانتكاسة بتبقى كبيرة، انت بترفضي نفسك أكتر، بتقلي في نظر نفسك، فبتقعي. الانتكاسة هنا قدامك فيها طريقين: لا إما تقومي منها وانت شخص تاني خالص، شخص مدرك قيمة نفسك، لا إما تنتكسي وتكملي حياتك في دايرة التعلق اللي انت في الآخر وهصدمك هترجعي له تاني. وبدليل ان في ناس كتيرة قوي بتبعتلي متعلقة. عارفين يعني ايه متعلقة؟ يعني شايفة كل عيوب الشخص بس مش قادرة تبعد عنه، مدمناه، هي أدمنته.
أدمنت صفاته السيئة قبل صفاته الكويسة. لأن العلاقة دي بالذات لو كان الطرف فيها طرف سام، هو طول الوقت بيلعب عن إن هو يديكي نشوة الحب وفجأة يسحبها منك، زي المدمن بالظبط. لما اقعد اشبعك حنان وحب ومشاعر وفجأة اسحبهم منك، هتعملي ايه؟ في بنات كتير قوي بتبعت لي بتقولي دينا بجد شكرا شكرا، انا اتعافيت خلاص وسبت الطرف التاني وما بقاش اكلمه خالص وعملت له بلوك وكل حاجه وبقيت اكرهه. احب اقولك ان انتي لسه بتحبيه. ايه ده؟ بحبه ازاي؟ بقولك عملت له بلوك وخلاص ما بقيتش اتكلم معاه تاني ولا لا انا بكرهه حرفيا. ايوه، انتي لسه بتحبيه، لسه في مشاعر. عارفه ليه لسه بتحبيه؟ طالما جواكي مشاعر حب او كره، تبقى انت لسه متعلقه بالشخص ده. ازاي؟ طب امتى احس ان انا خلاص اتشافيت من العلاقه دي؟ يوم ما اصلا بتشوفيه كانك شفتي شخص عادي جدا، كان مرحله في حياتك. يوم ما بتحسي ان الشخص ده مش فارق معاكي، انا لا بحبه ولا بكرهه، انسان عادي. بفتكر الذكريات اللي بيني وبينه، بس مش لدرجه ان انا بزعل، مش لدرجه ان انا بتاثر، مش لدرجه ان انا بحنله. وخلي بالكم، الموضوع ده ما بيحصلش في يوم وليلة. يعني بلاش تبقي لسه سايبة علاقة امبارح أو من شهر أو من شهرين أو من 3 وتيجي تقوليلي دينا أنا لغاية دلوقتي لسه فاكراه. زي ما قضيتوا مع بعض 4 و5 سنين بتحبوا بعض، عندكم مشاعر ومشاكل وخذلان وزعل وكل المشاعر اللي ليها علاقة بالحب عشتوها، ما ينفعش تيجي كل ده بجرة قلم تقوليلي أنا عايزة أنسى. ولو انتي لسه بتحسي انك بتكرهيه، فده معناه ان انتي بتحبيه. ايه هي العلامات اللي تخليني احس ان انا خلاص بقيت جاهزة ان انا اخش في اي علاقة تانية وان انا فعلا شفيت، مش بضحك على نفسي؟ اول علامة هي عكس علامة انتي كنتي جوه دايرتها وانتي مش حاسة. اولها ان انتي بترجعي شخص طبيعي. يعني ايه برجع شخص طبيعي؟ يعني شخص متواصل مع كل اللي حواليه. افتكري كده زمان لما كنتي متعلقة بالشخص ده كان ايه اللي بيحصل؟ كنت حاسة ان هو دنيتك، مش عايزة اقعد مع حد غيره، مش عايزة اكل مع حد غيره، مش عايزة اكلم حد غيره. فجأة بترجعي تتواصلي مع العالم اللي حواليكي، بترجعي بني ادم عادي، اجتماعياتك عادية جدا، تتواصلي مع الناس، حابة تخرجي وحابة تحضري مناسباتهم وحابة تتكلمي معاهم في موضوعهم، لان هو علمك يعني ايه تبقي منعزل عن كل اللي حواليكي. تاني حاجة، اللي انتي بتنظري للعلاقة دي بعين النقد مش بعين الشفقة. يعني ايه يا دين؟ في مرحلة الانتكاسة أول ما بخرج ببقى صعبان عليا نفسي قوي، وبعد أقول لأ، احنا لو كنا كملنا مع بعض بجد كنا هنبقى كابل حلوين قوي، بجد احنا كنا لايقين على بعض. ده كان بيحبني، أوقات كان بيحبني، أوقات كان بيقولي كلام حلو. بجد أنا هو قال لي إن أنا أحسن واحدة عارفها، إن أنا أكتر واحدة حبها، إن أنا جدعة قوي. كل الكلام ده بتبصيله بعين النقد بعد كده. أول ما تتشافي تنتقدي كل حاجة حصلت بينك وبينه. أنا إزاي كنت ساكتة على الموقف ده؟ أنا إزاي ما شفتش عيوبه قوي كده؟ كل حاجة بتكبر، كل حاجة كانت غلط في الموضوع ده بتشوفيها من زاوية تانية مختلفة. فمعنى ان انتي ابتديت تنتقد العلاقة دي وتشوفي مساوئها وتشوفي عيوبها، ان انتي خلاص كده اتشافيتي، خلاص خدت منها درس. في علامة تاني بتقول ان انتي لازم تطلعي نسخة افضل من اللي فاتت. بمعنى ايه؟ كل حاجة وجعتني في العلاقة اللي فاتت علمتني درس، وده اهم حاجة في العلاقات. خلي بالك ان انتي مش بتطلعي خسرانة كل حاجة، انتي ممكن تطلعي خسرانة كل حاجة من وجهة نظرك، بس ممكن تكسبي نفسك وانتي مش حاسة. ازاي؟ ممكن اكسب نفسي لو انا عرفت عيوبي في العلاقة دي كانت ايه. يعني لو انا كان عندي افراط في الحب، هتعلم يبقى عندي توازن واعمل حدود للي قدامي. ما ينفعش اللي قدامي ياخد مني كل حاجة. مش شرط الخيانة تبقى خيانة مادية، انا ممكن اخون جوزي من غير ما اعمل اي حاجة غلط، اخونه بمشاعري لمجرد ان انا متعلقة بشخص تاني خالص. هو مش واخد باله ولا عارف حاجة، بس انا بيني وبين نفسي هبقى بستصغر نفسي قوي. انا ازاي اكون مع شخص انا شايفة من وجهة نظر الناس ومن وجهة نظري وعقلي بيقولي ان الشخص ده مثالي، الشخص ده بيعاملني حلو قوي، وانا بفكر في واحد تاني. فبلوم نفسي واحط على نفسي مشاعر تانية اقوى من المشاعر اللي انا لسه خارجة منها. بحتقر نفسي. هو انا ازاي افكر في شخص القديم وانا معايا واحد كويس واحد محترم؟ فبلاش تحطي نفسك في الدايرة دي.
لازم تتعافي الأول، لازم تخرجي من العلاقة الأولانية عارفة انت خسرانة ايه، الهدف من العلاقة دي ايه. خلي بالكوا يا جماعة، كلنا فاكرين ان احنا لما بيحصل لنا اي علاقة في حياتنا وتبوظ وما نكملش فيها، والعلاقة دي بتبقى كان نفسنا نكمل، بنبقى خارجين ان احنا خسرانين. لا، انت ممكن تخرجي من العلاقة دي كسبانة نفسك. فالدروس اللي انت بتاخديها دي اوعي تمر عليكي مرور الكرام، اتعلمي منها وتأكدي ان انت اتشافيتي منها قبل ما تخشي اي علاقة تانية. يوم ما تعرفي تقعدي مع نفسك وتتبسطي وتكتفي بنفسك، اعرفي ان انت اتشافيتي. يوم ما تخرجي في نفس الاماكن اللي كنتوا بتخرجوا مع بعض فيها والمكان ده ما حركش فيكي اي مشاعر وبسطتي، اعرفي ان انت اتشافيتي. يوم ما ترجعي تاني تضحكي من قلبك، اعرفي ان انت اتشافيتي. يوم ما بتقبليش فتات الحب من اي حد، يوم ما يبقى عندك ثقة في نفسك ومش محتاجة حد يكملك، يوم ما ترجعي لحياتك القديمة وتتعاملي مع كل الناس اللي حواليكي زي الأول، اعرفي ان انت اتشافيتي. يوم ما تعرفي قيمة نفسك وتقدريها، اعرفي ان انت اتشافيتي. الحب مش علاج للجروح القديمة، ولا الهروب بداية جديدة. لازم نكون جاهزين قبل ما نبدأ أي علاقة، عشان مفيش حد بيتنسي بحد.